الحلقة اللي فاتت وقفنا في الحكاية لحد ما الأطفال قالوا لإيزيس كل حاجة. التابوت اللي كان شايله 72 شخص مريب ورموه في النهر في الفرع التانيتي. الأطفال اللي بسبب اللي قالوه لإيزيس ده أصبحوا المصريين القدماء بيقدسوا الأطفال وأقوالهم، بيؤمنوا إن أقوالهم بتحمل نبوءات أو رسائل إلهية خفية. خلينا نستكمل الرحلة مع إيزيس. ظهر تحوت اللي كان مكلف بمهمة إحضار إيزيس على وجه السرعة، وبينما هم في طريقهم للسماء كان العالم حواليهم بينهار. أصابته فوضى مختلفة عن كل اللي حصل قبل كده. الشمس كانت بتبهت والأرض بتنشق والجبال بتتفتت والحيوانات بتتكلم بلسان البشر والبشر بينبحوا وينعقوا ويزقروا. أخذت مياه حادي تفور في الأرض ومياه وجه ورو تغلي وتفور وتهدد بابتلاع الأرض كلها. باختصار بدأ إن نسيج الكون كله بينهار. تحوت كل اللي كان يعرفه هو سبب استدعائها إلى مركب الشمس، لكنه كمان كان متأكد إنها المسؤولة عن الأزمة اللي فيها رع. لكن إزاي جت لها الفكرة والجرأة لتنفذها؟ ده اللي هو ما يعرفوش. إيه ده؟ هو أنا ما قلتلكوش إيزيس عملت إيه؟ معلش. حتى دقائق مضت كانت رحلة الشمس ماشية زي ما هي، نفس الروتين العادي، نفس الصراع مع عابب. ثم فجأة صرخ رب الأرباب صرخة عالية أذهلت الكل حتى عابب نفسه. جري كل الآلهة على مركب الشمس في اتجاه ملك الآلهة اللي كان واقع في مقصورته على الأرض ممسكا بمؤخرته ويتألم. مارو كانت فيها أفعى غريبة الهيئة تفح في وجه الكل. دعس ست الأفعى بقدمه فماتت. فاكرين الأفعى اللي إيزيس عملتها من طين الأرض ولعاب رب الأرباب؟ أيوة هي دي. رعى هتف قائلا: لقد لدغني شيء مؤلم لا يعرفه قلبي ولم تره عيني ولم تصنعه يدي، ومع ذلك يؤلمني أكثر من أي شيء. لا هو بنار ولا هو بماء، ومع ذلك قلبي يحترق وجسدي يرتعد. أغيثوني يا أبنائي. طبعا مع اندجت مركب الشمس عطلت مكانها في السماء، وترك الآلهة أماكنهم والتفوا حول رب الأرباب. حاولوا بكل معرفتهم عن السحر والطب مداواته، لكنهم فشلوا. السم اللي أصابه ليس كأي سم معروف. هنا قال تحوت: لعل إيزيس تستطيع المساعدة يا مولاي. أحضروها فورا، أحضروا عابب نفسه لو كان عنده دوائي. ووصل تحوت ومعاه إيزيس على سطح مع اندجت. كان بدأ الوهن يصيب كل من على ظهر المركب بما فيهم تحوت وإيزيس. حالهم كان انعكاس لتدهور حالة رب الأرباب المستمرة، واضطربت مع اندجت، وبدأ نهر السماء يجف وتعالت الصيحات: المركب سيقع. وسط كل الفوضى دي انحنت إيزيس على أذن رع وقالت له: أخبرني باسمك يا أبي الآلهة، فالمرء يحيا من جديد إذا ما نودي باسمه. طبعا ملك الآلهة أصابته الدهشة: ما الذي تعنينه؟ أخبرني باسمك الحقيقي. حاول رع يناور ويتهرب من الإجابة. قال لها كل أسماء المعروفة: ليس في ذلك اسمك الحقيقي، صدقني سيعيش من يكشف عن اسمه. وصار السم أكتر فاروق، وبدأت مركب الشمس تقع من السماء. أخبرني باسمك الخفي. لا يمكن أن أفصح عنه، لن أستطيع مداواتك إلا به.
ستقاسمينني قوتي أفضل من أن تهلك ويهلك معك الوجود. عديني أن لن تخبري به أحد. أعدك يا ملك الآلهة. دوى تلاطم الجبال وسمعوا صراخ نوت وهدير جب وفحيح عابب المنتصر يتردد في أعماق نون. جف النهر السماوي وبدأت معندجت تقع من السماء كأنها صخرة. مالت إيزيس على جدها اللي أصر لها باسمه الخفي المقدس، ومحدش تمكن إنه يسمع الاسم ده غيرها، برغم إن تحوت حاول يتصنت بس فشل. على الفور وضعت إيزيس يدها على رأس جدها وتمتمت بكلمات لم يفهمها أحد ولا حتى رب الأرباب ذاته، فكلما تعالى صوتها كلما أخذ اللون الذهبي يعود لعين راعي الذهبية، ثم سعل رع فجأة وتقيأ دما أسود كثيف، وعادت القوة إلى جسده المنهار شيئا فشيئا حتى استعاد قوته. وباستعادته لقوته قامت الماعت مرة أخرى، وعاد النظام الكوني للعمل، واسترد جب ونوت قوتهم، وبدأت معندرة تطفو في آخر لحظة قبل أن تصطدم بالأرض، وأخذت تعود إلى مسارها السماوي الأصلي. هنا إيزيس أدارت ظهرها لكل من على مركب الشمس واستعدت للمغادرة، إلا إن صوت رع هدر في اللحظة ذاتها: ماذا ستفعلين بي؟ توقفت والتفتت إليه في ثبات وردت: لا تخشى شيئا يا أبو الآلهة، قوتك وسلطانك وعالمك في أمان مني على الأقل. أنا فقط سأعمل على تحقيق ما ترفعت أنت عنه. ونظرت بطرف عينها لست: سأعيد الحق إلى أصحابه. وبكده تكون إيزيس حازت القوة، ينقصها دلوقتي الشرعية. دلوقتي هي قادرة على مواجهة ست لو أرادت، لكن حتى لو غلبته المجتمع مش هيسمح لها تكون ملكة. فلو كانت عايزة تستعيد حكم أوزوريس المسلوب لازم يكون عندها ابن منه. رجعت إيزيس للمكان اللي الأطفال قالوا لها إنهم شافوا تابوت أوزوريس فيه في الفرع التانيتي من حابي، إلا إن قدماها قادتها إلى الشجرة اللي الأطفال قالوا لها إنهم شافوا أم الكلب اللي تشبهها ورضعها عندها. مدت إيديها إلى الأرض الطينية وقبضت قبضة منها وبدأت تتشممها. بدأت الرؤية تظهر في رأسها دون تحكم منها. رأت بعيون حوت نبت، رأت كل شيء كأنها من عاشت تلك الذكريات بنفسها. رأت تلك الليلة عندما كانت حوت نبت وست ضيوفا لدى إيزيس وأوزوريس. ست في الخارج يصطاد كما هي عادته، يحب الصيد ليلا، وحوت نبت في غرفتها، وها هو أوزوريس يدخل غرفتها سملا يترنح من النبيذ والثناء. في البداية تصورت إن أوزوريس أخطأ التمييز بينها وبين أختها، إلا إن نفس الخطأ اتكرر في ليلة تانية وتالتة ورابعة، ولم يكن ثملا في كل تلك المرات. رأت ست بعد أن أخبرته ملكة بونت عن قلادتها اللي في عنق حوت نبت، وبالتالي خيانة زوجته. رأته يضربها ويسجنها ويحاول إجبارها على إجهاض جنينها، إلا إن كل المحاولات للقضاء على الجنين فشلت. رأت حوت نبت وقد ألقاها ست خارج القصر في اليوم التالي للحفل اللي قتل فيه أوزوريس. أمرها ألا تعود إلا بعد أن تتخلص من ابن الخيانة. رأتها وهي تهيم على وجهها حتى وصلت إلى تلك البقعة تحت الشجرة، وأنجبت ابنها صاحب رأس الكلب. لا، بل هو رأس ابن آوى، لكن الأطفال لم يسعهم التفريق.
إنبو هو اسم الرضيع، الطفل الملكي، واللي هيسميه اليونانيين بعد كده أنوبيس. تركت الرضيع وذهبت، ثم انقطع سيل الرؤى. بحثت إيزيس في كل بقعة من فرع حابي على التابوت لكنها ما لقيتوش. لابد أن الطيار رماه في البحر، لكن خوض مياه وجه ورو مرعب حتى بالنسبة إلى رب سليلة الآلهة. على أي حال هي ليست وحيدة الآن، فمنذ أن وجدت إنبو وهو يتبعها كظلها، الطفل الذي ولد برأس حيوان كبر بسرعة. خلال أيام صار أقرب إلى فتى مراهق. عمل معها في بناء سفينة قوية تتحمل خوض البحر. أما شؤون الملاحة فإيزيس استبدلتها بقواها السحرية والتعويذ. تستدعي الرياح، تهدئ العواصف، تتفاوض مع الأمواج. لا تعلم إلى أين تتجه تحديدا، لكنها تعتمد على غريزتها وأنف إنبو المرهف الذي يبدو أنه يتشمم ريح أبيه. حملها الطيار وصوت قلبها إلى شاطئ رملي في الشرق. مجرد ما خطت أقدامهم رمال الشاطئ علمت أنها في المكان الصحيح. بدأت تستخدم نفس الطريقة اللي اتبعتها في السابق، ألا وهي الاستبصار. توالت الصور في عقلها. أخذت مياه التابوت الذي يحوي الجثة والذي كان محكم الغلق منيع للتسرب المياه عبر وجه ورو إلى هذا الشاطئ. وبمجرد ما ألقته الأمواج على الشاطئ نمت حوله شجرة هائلة بسرعة، أحاطت بالتابوت وأخفته داخلها كأنها تحميه. يمر بالشاطئ ملك مدينة جبلة، وهي مدينة جبيل في لبنان دلوقتي، هو وحاشيته. يذهل الملك من الشجرة العظيمة اللي نبتت من العدم حرفيا، فيأمر عبيده بقطعها لكي يتخذها عمودا في قصر. وانقطع سيل الرؤيا عند قطع الشجرة. وبينما هي تفكر في كيفية الحصول على جذع الشجرة، وجدت فتيات على الشاطئ في مكان قريب منها بيلعبوا ويتسامروا. الأهم إنها سمعت كلامهم وفهمت إنهم خادمات الملكة. اتجهت إليهم، مدحت جمال بشرتهم وشعرهم الناعم، وعدتهم إنها هتعلمهم يجدلوا شعرهم جدائل طويلة. منحتهم عطور جميلة وطلبت منهم يوصلوها للملكة، وطبعا نفذوا الطلب. دخلت إيزيس على الملكة، وبرغم من ملابسها المزرية وشعرها المتشابك، لكن حركتها كان فيها أناقة ورشاقة. أناقة ورشاقة الملوك والآلهة. يفوح منها عطر خلاب، لدرجة أنها لما ألقت التحية على الملكة تمنت الملكة أن تسجد تحت قدميها. سألتها: من أنت؟ أنا من جئت لشفاء ابنك. اضطربت الملكة، فخبر مرض رضاعها سر لا يعلمه أحد حتى الملك. من أنت؟ أنا عابرة سبيل، لي عندك طلب يسير، ويسرني أن أمنح ابنك حياته مقابل منحي ما أريد. وبعد تردد وافقت الملكة. كل اللي في القصر استغربوا من طباع المربية الجديدة. أولا، هي رفضت تلتزم بمعايير الهيئة والنظافة اللي بيلتزم بيها الكل داخل القصر. قالت إن السبب إنها نذرت نذر إنها لن تتجمل إلا لزوجها. والحكاية ما وقفتش على كده، إلا إنها كمان كانت بتختفي طول النهار وتظهر بالليل بس. تاخد رضيع الملكة الغامض هو كمان تختفي بيه في قاعة بعينها في القصر اختارتها بنفسها، تدخلها وتحكم غلق الأبواب من الداخل حتى لا يقاطعها أحد. كل ليلة يخرج من القاعة صدى صوت هو مزيج من عويل النساء وبكاء الأطفال وتغريد الطيور. كل ده بيحصل جوه القصر، والملكة
لا قالت لزوجها ولا لحد من الخدم عن سر المربية المريبة دي. وفي يوم غلب الملكة فضولها، فقررت تستخبى خلف ستارة في ركن مظلم في القاعة يسمح لها برؤية ما يحدث دون أن يلاحظها أحد. وفي الليل دخلت المربية اللي احنا عارفين انها إيزيس، دخلت القاعة كعادتها، أغلقت الأبواب، ثم تحولت إلى طائر سنونو أسود صغير، وبدأت تحلق في القاعة في دورات واسعة وهي تزقزق، ثم بدأت الدورات تضيق شيئا فشيئا، بحيث أصبح العمود الخشبي في منتصف القاعة هو مركز الدوران. بالتدريج تحولت الزقزقة إلى عويل امرأة فقدت عزيز. حط السنونو على غصن بارز من الشجرة، مسحت رأسها فيه وهي مستمرة في العويل، ثم طارت عائدة إلى مهد الرضيع، وقفت فوق الرضيع ترفرف في قوة، ثم تحول رأسها وحده إلى رأس المربية، بينما احتفظ باقي الجسد بهيئة الطائر. ومن فمها ترددت همهمة ممزوجة بالزقزقة، وبعد وهلة اشتعل المهد المصنوع من القش حول الطفل، امتزج بكاؤه بصوت المربية الذي يستمر في العلو. في اللحظة دي انهارت الملكة تماما، خرجت من مخبأها، انقضت على النار المشتعلة، انتزعت ابنها وجريت ناحية الباب، فتحته وخرجت وهي بتصرخ وبتنده على الخدم والحراس. فوجئت الملكة بإيزيس أمامها في الطرف الآخر من الممر اللي كانت فيه القاعة. أخبرتها إنها كانت بتحرق الجزء الفاني من ابنها، وتدخلها منع ابنها إنه يكون إله، وإنها يدوب قدرت تشفيه من مرضه. طلبت بتنفيذ الاتفاق. الطفل شفي وهي عايزة جذع الشجرة، وكان لها ما أرادت. كلف الملك ابنه الأكبر بمهمة استخلاص التابوت من جذع الشجرة، وبمجرد ما شافته إيزيس أمامها انحنت عليه تلفه بالكتان والعطور والبخور، وبمجرد ما فتحته ووجدت جثة جوزها كاملة فيه بدأت في النحيب بصوت عالي. حملت إيزيس صندوق زوجها بنفسها وغادرت القصر، واتجهت إلى السفينة وأبحرت هي وإنبو على الفور. بعد رحلة عودة طويلة مليئة بالصمت والنواح والرياح، وصلت السفينة وحمولتها المقدسة أخيرا إلى أرض كمت. أول شيء عملته إيزيس هو إنها أخفت التابوت في كهف وانطلقت للبحث عن أختها حوت نبت، ولقتها بعد عدة أيام متكورة على نفسها في حقل قمح قرب حابي العظيم، سقيمة الجسد والروح والعقل. من الواضح إنها ما تحركتش من مكانها من وقت طويل، ولولا حصنتها الإلهية لأصبحت جثة هامدة من زمان. احتضنتها إيزيس وجعلت تدلك جسدها بالزيوت وترقيها بالتعاويذ الشافية. استغرق شفائها عدة أيام وليالي، وبمجرد ما فاقت وقدرت تستجمع قواها أخبرت إيزيس أختها وابنها عن خطتها. وعلى الرغم من غرابة وجنون الخطة، إلا إن حوت نبت وإنبو أعلنوا إنهم هيساندوها في تنفيذها. ولما اقتربوا من وجهتهم خلعت إيزيس عباءة الحداد الرثة، اغتسلت في مياه حابي، قامت حوت نبت بتضفير شعرها وتزيينها، وأصبحت إيزيس بشكل ما عروس. إلا إن الفرحة لم تكتمل، لأنهم بمجرد ما وصلوا للكهف وجدوا التابوت مفتوح ومفيش أثر لجثمان العريس، اللي إيزيس عرفته بعد كده عن طريق التخاطر برضه. إن ست وهو بيمارس هوايته في الصيد قادته غريزته ناحية الكهف. بمجرد ما دخلوا وشاف الصندوق عرفه طبعا، فتح التابوت، ألقى الجثمان على كتفه وانطلق يجري في الخلاء وهو يتوعد كل من يجرؤ على التصدي له. مزق جثمان شقيق وأشلاء بإيديه العاريتين، ألقى كل جزء منهم حوله وهو يركض في أرجاء كمت،
حتى بلغت حصيلة أشلاء أوزوريس إلى 42 جزء، كل منها في أحد أقاليم القطر بعيدا عن البقية. وانتهى ست من عمله وشعر إنه كده أنقذ نفسه من خطر عظيم. لما عرفت إيزيس باللي جرى، ضاعت زينة العروس وسط الدموع وشق الملابس واللطم وإهالة التراب فوق الرؤوس. وبالرغم من إن مشهد بكائيات إيزيس حصل قبل كده، إلا إن وجود الشقيقتين مع بعض جعله مشهد مهيب، المشهد اللي هيفضل في بلادنا بين البشر. لا يزال صدى أفعال الشقيقتين يتردد بين نساء عالمنا المعاصر، خاصة في قرى الصعيد، في طرق الحداد على الراحلين وأغاني الندبات وأشعار العديد. استجمعت إيزيس طاقتها وبدأت 3 رحلة البحث عن أشلاء أوزوريس. تتبعت أشلاء جوزها في كل مكان، وبإرادة حديدية وبعد أشهر طويلة قدرت تستكمل الجثمان بمعاونة إمبو، ما عدا جزء واحد، الجزء اللي كان الأهم للأسف في هذا السياق، موضع الذكورة. قادها البحث عن الجزء ده إلى نهر حابي، النهر بأكمله. ظلت تجوب النهر ذهابا وإيابا ومعها إمبو في قارب بردي مع جثمان الراحل ملفوف في الكتان، وبكده يكون أوزوريس هو أول موميا في التاريخ. إلا إنها ولما نجحت أخيرا في الاستبصار اكتشفت أن أسماك حابي تناولت الوليمة الإلهية، وده كان من حسن حظ سكان الوادي، لأنه من ساعتها وبالسبب ده أصبح حابي يفيض كل سنة في شهر مسرع اللي هو أغسطس، تغمر مياه الأراضي الزراعية كلها وتغطيها بالطمي الخصيب القادم من نون المحيط الأزلي. طبعا غضب إيزيس كان تاريخي، لكنها أصرت على استكمال خطتها وبأي شكل. لجأت لفكرة غريبة، استعانت بعود قصب، وبطقوسها السحرية استطاعت رد أوزوريس للحياة فقط لكي يهبها الابن الذي تبحث عنه. وتم اللقاء، وتم لإيزيس ما أرادت، وبدأت تشعر بثمرة اللقاء تتكون في أحشائها. ودي كانت أهم لحظات في تاريخ الآلهة المصرية. إيزيس حصلت على وريث الملك، وأوزوريس نفسه على وشك الترقي لمكانة تصل إلى مكانة رع نفسه. وقفت إيزيس تحت مركب الشمس اللي كانت في ذروة السماء ونادت: فلتشهد أمي السماء، وليشهد أبي الأرض، ولتشهد يا جدي يا أبا الآلهة، يا رب الأرباب، يا صاحب قرص الشمس، اشهدوا أن في رحمي إله ابن إله، الوريث الشرعي لملك أوزير وجب وشو. ولئن لم يعد الغاصب ملكه المسلوب ويضع نفسه تحت تصرفه، ليستعيدن ابني الملك بالقوة والحيلة، وليقتصن لأبيه خير قصاص. وقبلت الآلهة الحقيقة الجديدة بعدما أشار رع للسفينة بمتابعة سيرها دون أن ينطق بحرف. إلا أن ست هبط على الأرض كالصاعقة أمام إيزيس، وانطلق في السباب والبذاءات حتى أفرغ حمولته الكلامية فوق رأسها. ثم ردت هي قائلة: لقد قتلت زوجي واغتصبت عرشه وعرش ابني، لكني لازلت على استعداد لأن أغفر لك. عرفت ما حدث وأتفهم، وأستطيع أن أسامحك على سوء قولك، وأتركك تنعم في ملكك للصحراء والرياح بسلام. فقط لو رددت الملك لصاحبه واعترفت بجرمك وندمت وتراجعت. حاول ست يتكلم لكن ما قدرش. حاول كمان يرفع ايده ويلطمها، فتوقفت يده في الهواء قبل أن تصل إلى وجهها، وانصرف غاضبا. إيزيس هيكون قدامها تحدي جديد. ست مش هيقدر يأذيها، لكن يقدر يأذي ابنها. لكن الأول
يا ترى هتعمل ايه في جسد حبيبها؟ وايه يا ترى اللي هيكون مصير الجنين اللي في بطنها؟ هنعرف اجابات الاسئلة دي واكتر الحلقة الجاية. حتى نلتقي، كونوا بخير.